تفاصيل النشرة أهلا بكم. احتفلت البلاد اليوم 27 من سبتمبر بعيد الصليب، وفي الاحتفال الذي جرى في أسمرة بحضور البطاركة والقساوسة والكهنة وآلاف المسيحيين، ألقى راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا ديسقروس الرابع كلمة بالمناسبة، كما قدم طلاب مدرسة الأحد جوقة موسيقية الأديرة والأناشيد في الحفل. وقدم أمين سر مجلس الكنيسة القس بين إياس توضيحا عن الخلفية التاريخية لعيد الصليب، متمنيا سنة استقرار واطمئنان وتطور للشعب الإريتري. وقام حاكم الإقليم الأوسط السيد كحسي جبرهوت بإشعال دامير العيد بعد مباركتها من يافة الأنبا ديسقروس والبطاركة والكهنة والقساوسة من الجهات الأربعة. هذا وقد حضر مناسبة الاحتفال رجال الدين والمسؤولون الحكوميون والدبلوماسيون. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين بأن منتدى التعدين الرابع سيعقد في فندق أسمرة بالاس في الفترة من الأول وحتى الخامس من أكتوبر بمشاركة ممثلي مختلف الدول وخبراء الجيولوجيا وممثلي شركات التعدين والمؤسسات الخدمية. وقال مدير إدارة موارد المعادن في وزارة الطاقة والمعادن السيد مبرهت عقبزجي أن المنتدى سيساعد لتبادل الخبرات والقيام بأنشطة تعدين مأمونة لمشاركة دول وشركات وخبراء يعملون في مجال التعدين، فضلا عن قدوم المستثمرين لتفقد فرص التعدين والسلام والاستقرار الموجود. وأوضح بأن سياسة التعدين الأريترية المشجعة إضافة إلى الموارد الجيولوجية جعل إريتريا من الدول المشجعة لشركات التعدين للعمل فيها. ونتيجة لذلك فإن نحو 20 شركة تقوم بأعمال التنقيب والدراسات وأنشطة التعدين في إريتريا. وذكر مدير قسم تنمية المعادن في وزارة الطاقة والمعادن سيد ميكيل أبرهة من جانبه بأن المنتدى ستقدم فيه 16 ورقة عمل حول أهمية صناعة التعدين وموارد الدرع العربي النوبي، وأهمية البوتاسيوم في التنمية الزراعية، وصحة العمال في مكان التعدين، وأهمية المياه الساخنة الطبيعية من ناحية الصحية والسياحية وغيرها. وأشار إلى وضع برنامج للمشاركين في المنتدى للتعرف على أنشطة التعدين ودراسة الاستكشاف وزيارة المواقع السياحية والموارد الطبيعية، إضافة إلى عرض للصور. ويتوقع مشاركة نحو 400 شخص في منتدى التعدين الرابع الذي سيعقد من الأول وحتى الخامس من أكتوبر. أوضح سكان ضاحية دونغولو تحتاي بمديرية جندة عن إرساء خدمات الهاتف النقال حلت مشكلة الاتصالات وأحدثت تغييرا في حياتهم. وذكروا بأنهم كانوا يعانون من محدودية خطوط الاتصال، وقد حل تركيب هوائيات اتصال جديدة في دونغولو تحتاي ودكدكتا من المشكلة. وقال السيد سليمان علي والسيد حامد موسى أن الحملة التنموية التي تقوم بها الحكومة خاصة في الريف النائي تساهم كثيرا في حياة السكان، معربين عن ارتياحهما بخدمات الاتصالات. وذكرت كل من السيدة حداس والدقرقش والأستاذ ميكيل جبرخيدان أنهم كانوا يعانون من الحصول على خط الاتصال، ويحصلون حاليا على خدمات الهاتف النقال بفضل تركيب هوائيات الاتصالات. تجدر الإشارة أن هيئة الاتصالات الإريترية تقوم بتركيب هوائي الاتصال في شعب لإيصال خدمات الاتصال إلى المديرية. أوضح مدير شركة الجاش ستيت للبناء السيد تسفلدة تسفيهانس أن الجهود تبذل لتنمية مساحة 70 هكتار بالري بالتنقيط أسفل سدي زبان سبع وحرينة بمديرية ابن حيلي، وكذا عن القيام بالتمهيد اللازم للأراضي وإكمال 80% من العمل لتسليم الأراضي للمنمين في أقصر وقت. وذكر السيد محمد حقوس والسيد عبد القادر حامد زين أنهم لم يستفيدوا جيدا من سد زبان سبع رغم بنائه منذ فترة طويلة، وسيسعون جاهدين للتنمية الزراعية التي يتم إدخالها بالري بالتنقيط وتحسين حياتهم المعيشية.
من جانبه أوضح السيد سراج عبد الواسع أنهم كانوا يستخدمون مياه سد زبان سبعو للشرب، وسيمكنهم إرساء البنى التحتية الزراعية للاستفادة منه في الزراعة. وقال المشرف على العمل المهندس زميكيل تساجاي أنه يتم تأهيل 75 مزارعا حول كيفية استخدام معدات الري الحديثة، مشيرا إلى وجود برنامج لتنمية مساحة 30 هكتار في سد زبان سبعو و40 هكتار في سد حرينة، ويوجد في مديرية إمنا حيلي 11 سدا و10 حفائر، حيث تم إدخاله من قبل الزراعة المروية بالتنقيط في سد دركو. قدم الإريتريون المقيمون في الدنمارك أدوات دراسية مختلفة لمدرسة الإقليم الجنوبي للدفع بالعملية التعليمية، وذلك بالتعرف على نواقص هذه المدارس. وأوضح مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي أن الدعم شمل 560 سبورة وكنبة ومقاعد و700 كتاب قدم لمدرسة دبار والثانوية. كما قدم المواطنون دعما ماليا للطلاب المحتاجين في مدرسة عبد الله جونافر الابتدائية. وقال مسؤول التعليم الأساسي في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ تولد أبراهام في مناسبة تسليم الدعم أن الدعم المقدم يعكس مدى اهتمام الإريتريين المقيمين في المهجر بالوطن، مشيدا بالمبادرة. وذكر رئيس جمعية الإريتريين في الدنمارك السيد دانيال جبرالأول الذي سلم الدعم أن العمل الذي يقومون به يأتي في إطار الواجب الوطني، مؤكدا بأن حصولهم على وثائق مصورة بتوظيف الدعم على الوجه الأمثل ويدفع لتعزيز مبادراتهم. وظلت جمعية الإريتريين في الدنمارك تقدم الدعم منذ مرحلة الكفاح المسلح، وقدموا حتى الآن الأدوات الدراسية والأجهزة الإلكترونية ل25 مدرسة في ريف الإقليم الجنوبي ودراجات الدفع اليدوي للطلاب المعاقين. مشاهدينا الأكارم، نتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش النيجيري يوم أمس الخميس أنه في صدد التحقق من صحة شريط الفيديو الذي ظهر فيه رجل قدم نفسه على أنه زعيم مجموعة بوكو حرام أبو بكر شيكاو، نافيا مقتله وكان متحدثا باسم قوة تدخل للجيش النيجيري في شمال شرق البلاد. معقل بوكو حرام أعلن في أغسطس أن أبو بكر شيكاو قد يكون قتل إثر إصابته بالرصاص في مواجهة مع جنود في 30 من يونيو، لكن هذه المعلومة لم تتأكد أبدا، وسرعان ما سارت شكوك بعد الإعلان عن مقتل شيكاو في غياب الأدلة. وكان المتحدث الوطني باسم الجيش الجنرال كريس أولوكو لادناي نأى بنفسه شخصيا عن هذا الإعلان. وكانت واشنطن أعلنت في مارس الماضي أن أبو بكر شيكاو وهو إرهابي دولي، وعرضت جائزة بقيمة 7 ملايين دولار لمن يسلم رأسه. وأعلنت السلطات النيجيرية مقتله في العام 2009 قبل أن يظهر مجددا في شريط فيديو. وأسفرت الهجمات التي شنتها هذه الجماعة وتصدي الجيش لها في عمليات دامية عن مقتل 3600 شخص على الأقل منذ العام 2009. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم أمس الخميس أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران حتى تظهر طهران أنها لا تسعى إلى اكتساب قدرات لصنع أسلحة نووية. وقال كيري أن خطوة ملموسة قد تتخذها إيران لإظهار أنها جادة في عدم السعي إلى أسلحة نووية ستكون فتح منشئة فودرو لتخصيب اليورانيوم أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وأضاف قائلا أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات إلى أن يصبح واضحا أنه توجد عملية شفافة وملزمة ويمكن التحقق. من جهة أخرى، قالت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن إيران والقوى العالمية الست اتفقتا يوم أمس الخميس على الاجتماع في جنيف الشهر القادم لإجراء مزيد من المحادثات حول تسوية المواجهات مع طهران بشأن برنامجها النووي. وصفت الاجتماع بأنه كان موضوعيا ونشطا، وعقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا. واستهدفت المحادثات إعادة إطلاق المساعي الرامية لتسوية مواجهات
مضى عليها 10 سنوات حول طموحات إيران النووية. قضت محكمة روسية يوم أمس الخميس بحبس 14 ناشطا من منظمة السلام الأخضر المعنية بحماية البيئة ومصور لمدة شهرين انتظارا لمزيد من التحقيقات بسبب احتجاجهم على التنقيب عن النفط في القطب الشمالي، مما أثار انتقادات من المنظمة. قالت منظمة السلام الأخضر ووسائل الإعلام الروسية أن قضاة المحكمة في مدينة مورامانسك شمال روسيا رفضوا الإفراج بكفالة عن المعتقلين ال15 الذين كانوا من بين 30 شخصا على متن سفينة تابعة للمنظمة استخدمت في تنظيم الاحتجاج عند منصة بيرزالومانايا النفطية. وأمرت المحكمة بحبس 7 آخرين لمدة 3 أيام، بينما لا يزال 8 ينتظرون جلسة النظر في قضيتهم في وقت لاحق مساء يوم الخميس. واعتقل جميع الأشخاص 30 الأسبوع الماضي على متن سفينة كاسحة الجليد التي صادرها خفر السواحل الروسي، بعد أن حاول 2 منهم الصعود إلى منصة التنقيب عن النفط في بحر برنس المملوكة لشركة جازبروم الحكومية في 18 من سبتمبر. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم لجنة التحقيق الاتحادية قوله أن النشطاء المحكوم عليهم بالحبس شهرين قد يطلق سراحهم بكفالة قبل انتهاء هذه الفترة إذا ثبت أن دورهم كان محدودا. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الخميس أن الوقت ينفذ أمام جهود السلام في الشرق الأوسط، وحث القوى العالمية على كبح البناء الاستيطاني الإسرائيلي الذي قال أنه قد يقوض المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وتعهد عباس في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتفاوض مع إسرائيل بنية صادقة، لكنه رسم ما وصفها بصورة محبطة وكتم لآمال السلام. وجاء تقييم عباس بعد يوم من حديث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن رؤية مفعمة بالأمل، قائلا أن الجانبين اتفقا على تكثيف المحادثات وتوسيع الدور الأمريكي، ويمثل استئناف محادثات السلام في يوليو إنجازا لكيري، لكن كثيرا من الفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى خبراء مستقلين يشككون في فرص التوصل إلى اتفاق في الصراع المستمر منذ عقود. وتحدث عباس في الأمم المتحدة للمرة الأولى تحت الاسم الرسمي لدولة فلسطين، وكانت الجمعية العامة قد أيدت في نوفمبر الماضي ترقية وضع الفلسطينيين إلى وضع دولة غير عضو بصفة مراقب رغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل. نبأنا الأخير من تايلاند، حيث حصرت مياه الفيضانات منطقة صناعية شمال شرقي العاصمة بانكوك، ويخشى أن تشهد البلاد تكرارا للدمار الذي أحدثته فيضانات عام 2000. وأسفرت فيضانات عام 2011 عن مقتل أكثر من 800 شخص، وعطلت قطاع الصناعة، مما خفض النمو الاقتصادي ذلك العام إلى 0.1%. ولأن تايلاند مورد كبير لمكونات الأجهزة الإلكترونية والأقراص الصلبة وقطع غيار السيارات، فقد تعطلت خطوط الإمداد الدولية أيضا. وكانت الحكومة أن ما حدث في عام 2011 لن يتكرر، لأن الأمطار أقل غزارة هذه المرة، فضلا عن أن السدود ليست ممتلئة كما كان الحال وقتها. ويوجد 110 مصانع، كثير منها مملوك لرجال أعمال يابانيين، في المنطقة الصناعية في إقليم بريشين بوري على بعد 135 كيلومتر شمال شرقي بانكوك. وذكرت وسائل إعلام أن المياه دخلت المجمع بعد أن فاضت مياه نهر بريشين بوري الذي يقع على بعد 8 كيلومترات يوم الأربعاء بعد هطول أمطار غزيرة، لكن مسؤولين كبار نفوا ذلك. وكذا مسؤول تايلاندي أن الفيضانات أثرت على القرويين الذين يعيشون قرب ضفة النهر، لكن ليس هناك أي تأثير على المنطقة الصناعية. مشاهدينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من الفضائية الأريترية. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.